سهران هدية من ربنا، أجمل هدية نعمة من رب البارية. في الصباح طلع بهي بالمساء شرح القضية. لو عيونك يوم تشوفها تملأ قلبك إنساني. خليجية الخليجية خليجية الخليجية. اقعد اخر قعدتك يا عم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم عناوين وأخبار. النهاردة معانا الملازم أول أحمد حمدي من الضباط الملتحين. أهلا بك سيادة الملازم. اهلا وسهلا. نهارنا فندم. ربنا يخليك، متشكرين. يمكن عناوين الأخبار اللي بنشوفها النهاردة، نظم الضباط الملتحون أمس وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة للمطالبة بعودتهم إلى عملهم. أيضا فوز باراك أوباما بالرئاسة لفترة رئاسية ثانية. من الأخبار معانا أخبار كتيرة هنقولها إن شاء الله، لكن خلينا أبدأ الأول مع الملازم أحمد حمدي على لماذا وقفوا أمس أمام قصر رئاسة الجمهورية. أهلا بك يا سيد الملازم. اهلا وسهلا استاذ منصور. حضرتكم امبارح يمكن وقفتوا كذا مرة، عملتوا كذا مرة وقفة عند الداخلية وعند عند قصر عابدين، وعملتوا كذا وقفة. يعني ليه وقفتوا امبارح عند قصر؟ ليه تمت تخصيص وقفة عند قصر الاتحادية امبارح بالذات؟ طيب، بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هو يعني بداية احنا الوقفة دي كانت الوقفة تقريبا الرابعة علينا أو الخامسة. تمام؟ احنا وقفتنا اللي كانت قبل كده كل الهدف منها وديت، ولو في حاجة تاني ان شاء الله هتبقى كل الهدف منها ان احنا عايزين نوصل صوتنا للمسؤولين. تمام يا جماعة، احنا موقوفين من شهر 3 2012 لحد النهاردة بدون جريمة، بدون ما نعمل حاجة غلط، بدون ما نعمل حاجة مشينة. كل اللي احنا عملناه ان احنا اتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعفنا اللحية. طيب، بموجب ان انا ما عنديش قانون في وزارة الداخلية يمنع عليا ان انا اعفي لحيتي. قبل ما تخش، يعني البعض يقول طب انت مش عارف قبل ما تخش الشرطة ان هو ممنوع تطلق لحيتك قبل ما تخش؟ ما انا هقول لحضرتك. اولا هو دي مش ممنوعة. احنا لما جينا عفينا لحيتنا عملنا ايه؟ بحثنا في قانون هيئة الشرطة كله. تمام؟ وفي كافة القرارات الوزارية اللي موجودة. ما في قانون او قرار طلع من وزير الداخلية يمنع او يحظر على ضابط الشرطة اعفاء لحيته نهائي. تمام. امال احنا كنا ليه بنحلق لحيتنا؟ امال طول عمرنا يقول لك ما طول عمرنا عارفين ان الشرطة والجيش بيحلقوا لحيتهم على طول. ايه ده كان فين؟ الكلام ده مش من قديم الازل، ولكن لما تيجي تبص في تستقرئ التاريخ هتجد ان احمد عرابي كان ضابط في الجيش المصري وكان ملتحي. وليس مننا بعيد احمد عرابي، يعني مش من بعيد. تمام. امال ايه اللي منع اللحيه في الشرطه والجيش؟ الانجليز. طيب، الانجليز لما احتلوا مصر تمام، في حاجه اسمها تعزير. تمام. لما مثلا لما كنا في الكليه، كنا لما نيجي نعاقبنا يروح يقول لك احلق شعرك كعقاب.
ده معروف ده. تمام. فبداوا لما لقوا ان كان الموضوع ان الراجل ما ينفعش يبقى مفيش شعر في وجهه، لحيه ولا شارب. فوجدوا ان ده ممكن يذل المصري وممكن ان هو يضغط بيه عليه. فكان ده السبيل، كان ده سبيل من ضمن السبل بتاعه يعني الاحتلال. كان نوع من العقاب النفسي. كان نوع من انواع القهر والظلم للشعب المصري. وتوارث الامر واستتبع بيه، وبدات الامر بقى بدل ما هو كان تعذير وكان ظلم وكان قهر من الاحتلال الانجليزي في مصر، اصبح الامر ده بقى ايه، بقى عاده والناس اتعودت على كده وجرى الامر على كده. لكن لما تيجي تبحث في الموضوع ما تلاقيش فيه اصل قانوني او اصل يعني تعتد بيه، ولا في الجيش ولا في الشرطه. يعني حتى القوات المسلحه ما في شيء في القوات المسلحه يمنع ضابط القوات المسلحه ان يعفي لحيته، والامر في القوات المسلحه اشد شديد جدا في هذا الامر. لكن خلينا احنا عندنا احنا في الشرطه هيئه مدنيه ام هيئه عسكريه؟ ايوه، خد بالك بقى. الشرطه قانون هيئه الشرطه الاول سطر في قانون هيئه الشرطه بيقول ايه؟ الشرطه هيئه مدنيه نظاميه. اذا ليست عسكريه. ليست عسكريه. وده اللي عمل مصيبه في مصر. ايه هي؟ ايوه، ان خلالك الشرطه عسكريه. عسكره الشرطه وتحويل الدوله الى دوله بوليسيه تسير بالتعليمات والاهواء. بمعنى انا لما عايز اقبض على استاذ منصور، استاذ منصور عمل ايه؟ والله وهو معدي كده بص لفلان الفلاني بصه مش كويسه، فلان بيه، فهنزل اقبض عليه. فلما اجي اقبض عليك تقول لي انت جاي تقبض عليا ليه؟ اقول لك التعليمات بتقول كده، قانون طوارئ. طب انت ما عملتش حاجه، هقبض عليك بموجب ايه؟ التعليمات. يبقى انا هقبض عليك بالتعليمات، وهتيجي انت متهم في قضيه فعلا ومدان فعلا، همشيك بالتعليمات، هخرجك بره الاسم بالتعليمات، وهقطع لك المحضر بالتعليمات، وهعمل لك محضر بالتعليمات، وهيبقى في عندي حرز هبوظه بالتعليمات، وفي مش هيبقى في عندي حرز هجيبه واحطه برضه بالتعليمات. اذا ادام التعليمات ماشيه بالهوى الشخصي، يبقى اذا فعلا ده كان سبب من اضمحلال الشرطه في مصر. شايف ده ان كان سبب ايضا من كره الناس للشرطه؟ طبعا لا شك. لما الدوله تسير مفيش ضابط يحكم الامر، مفيش حاجه عليا، مفيش قانون يستعلي على الجميع، لا يرى احد. وده اجمل حاجه في القانون، ان هو ما بيحاسبش اشخاص، هو بيحاسب وقائع. بيشوفك انت ايه الواقعه اللي انت قمت بيها ويبدا على اساسها يحاسبك. لكن انا لو حاسبت اشخاص يبقى انا كده هيبقى في ظلم وقهر للناس. فده اللي تم معانا. فوجئنا لما اعفينا لحيتنا في فبراير 2012. تمام. ايقاف عن العمل. ده فبراير ده بعد 2011 ولا 2012؟ لا، هو بدايه الامر كان من بعد تنحي الرئيس مباشره. تمام. النقيب هاني الشاكري ده كان متحدث رسمي. متحدث رسمي باسم المجموعه. كان في اليو ان، وقدم من اليو ان اعفى لحيته هناك طبعا. في امريكا برضه. كان في اليو ان في دارفور. مجموعه حفظ السلام في دارفور. اعفى لحيته طبعا، وهناك ما فيش مشكله. ولو هو كان اعفى لحيته وسكت ما كانوش عملوا له حاجه. بس هو الراجل عشان بيحب يمشي قانوني ومنضبط، بعت جواب للوزاره قال لهم انا اعفيت لحيتي بعد تنحي الرئيس مباشره. وطبعا هيجي سؤال ليه ما عملتوش كده قبل الثوره وعملته بعد الثوره، وهجاوبك عليه. انا عارف لان السؤال دوت عند كل الناس ليه ما عملتوش كده وليه معمول دلوقتي، لكن ده سؤال مردود عليه ب 100 رد يعني. تمام. قدم طلب بعد طلب، وكان ساعتها وزير الداخليه اللي هو كان بعد حبيب العدلي على طول. اللي هو مسروق اسود؟ لا اللي هو وجدي صالح. محمود وجدي اللي هو محمود وجدي. كان رئيس مساعد السجون قبل كده. ايوه تمام. بعت للوزاره قال لهم انا عفيت لحيتي بموجب القانون والدستور والشرع، وان هذا حق دستوري ليا وحق قانوني، والشرع امرني بكده، وانا عفيت لحيتي بموجب هذا الامر. ولو عندكم قانون يمنع ذلك اختاري بيه وانا همتثل. طب افرض الداخليه، يعني افرض هم طلعوا قانون حاليا لمنع هقول لك هجاوبك على موضوع القانون دوت. تمام. لو في قانون في الداخليه هيمنع اللحيه ماشي. لكن انا هكمل لك والامر ده هيجي معانا. طيب النقيب هاني الشاكري متحدث رسمي تمام. بعت جواب تخيل الوزاره تعمل ايه؟ طب والله لو هاني طان نحاسبه، لا يلغوا له المأموريه ويرجعوا تاني ويروح راجع. تمام. وبعتنا للواء منصور العيسوي، واللواء منصور العيسوي اجاب في حوار صحفي ليه عن هذا الامر. قال لهم انا ماليش دعوه بالموضوع ده، الموضوع ده قانوني، القضاء هو اللي يقول كلمته فيه. لو القضاء قال ينفع انا ما عنديش مشكله، لو قال ما ينفعش انا ما عنديش مشكله. جينا في عهد اللواء محمد ابراهيم
ولا احنا هنختصم امام الله عز وجل في هذا الامر وهو طيب. السبب في اللي احنا فيه ليه ده؟ طيب؟ اعفينا لحيتنا وقدمنا طلبات واحنا في الشغل، عشان في ناس بتقول لنا الامن اولى واللحيه سنه والامن فرض والكلام ده، برضو الكلام ده هنرد عليه يعني. تمام. قدمنا طلبات في جهات عملنا واحنا شغالين. كويس. تمام. يعني ما اضربتوش يعني ما احنا قلناش ايه لا مش هنشتغل يا جماعه ولو سمحتوا يا اللحيه بلاش، لا واحنا شغالين. وانا واحد من الناس قبل ما اطلع خدمتي وانا في الاقصر كنت شغال في مديريه امن الاقصر قبل ما توقف. قدمت الطلب للوكيل وكان ساعتها المدير، قدمت الطلب للمدير ورفعه لمدير الامن. تمام. وانا شغال كويس. فوجئت بان انا اوقفت عن العمل شهر. طبعا ده اللي جرى مع كل زمايلي، يخاف عن العمل لمده شهر للتحقيقات. واثناء الشهر فوجئنا بقى بايه؟ البطش بقى من قبل من؟ وزير الداخليه نفسه؟ ومديرين الامن. البطش الشديد، احاله الاحتياط، وده اقصى عقاب، وده خلي بالك ده عقاب استثنائي. عارف احاله الاحتياط دي هي ايه بالظبط؟ هي بالظبط قانون الطوارئ. ايه بقى قانون ازاي بقى؟ الاحتياط يعني بيقبض عليك مثلا؟ لا، هو قانون الطوارئ كان بيحاسبك، ممكن يديك اي تهمه وبدون دليل، هو مش عارف يمسك عليك حاجه ماديه، فيقول لك ايه؟ قلب نظام الحكم، تهم معلبه. تمام. وده اللي هيحصل الفتره الجايه ان شاء الله. ربنا يستر يعني. جه بقى معانا احنا ايه؟ قال لك ان احنا خطر على الصالح العام. طيب خطر ليه طيب؟ طب ممكن يا سياده الوزير تفهمنا ايه هو مدى خطورتنا؟ يعني احنا ننتمي لاي الجماعه الارهابيه اللي احنا بننتمي اليها عشان احنا خطر على الصالح العام فعشان كده بتقصينا؟ طب وهل احنا خطورتنا ظهرت من اول ما عرفنا لحيتنا؟ وانا يعني انا واحد من الناس قبل ما اعرف لحيتي باسبوع بالظبط كانت مصروفه لي مكافاه، لان انا بفضل الله كنت ماسك ضبطيه كبيره يعني، او 4 ضبطيات في ليله واحده الحمد لله. وطبعا ما خدتش المكافاه ومش عايزها لان انا بشتغل لوجه الله عز وجل، مش طالب منهم جزاء ولا شكورا يعني. كويس. الحاله الاحتياط دي اجراء استثنائي لوزير الداخليه في حالتين 2 بس. في حاله المرض للضابط ويبقى بناء على طلبه، مرض شديد للضابط مش هيقدر يشتغل، فيقدم طلب ان هو عايز يبقى في الاحتياط، او بناء على الصالح العام. طبعا كلمه الصالح العام دي كلمه واسعه جدا، كلمه مطاطه جدا، ممكن تحط فيها اللي انت عايزه، ممكن يحط الشعب كله فيها. لو مش عاجبه الداخليه كلها عايز يحطها في الصالح العام يحطها، مفيش مشكله. تمام. وطبعا دي سلطه من ضمن السلطات المطلقه للسيد الوزير. انت قلت لي كلمه يا سياده الملازم، ايه هي الجماعه؟ البعض بيقول قد يكون الضباط الملتحين ينتمون الى بعض الجماعات الاسلاميه السياسيه او الجماعات الاسلاميه الموجوده حاليا على الساحه. هل انت او الضباط الملتحين ينتمون الى اي من الجماعات الاسلاميه او لكم اي ايديولوجيه معينه؟ اكيد طبعا، لو لينا اي ايديولوجيه كانت الايديولوجيه دي ساعدتنا. يعني لما تيجي تستقرأ الوضع كده، فين حزب الحريه والعداله في موضوعنا؟ فين حزب النور في موضوعنا؟ انا هقول لك الاحزاب الاسلاميه وهقول لك الاحزاب الليبراليه برضه عشان ليها دخل بموضوعنا. فين الاحزاب الاسلاميه كلها؟ فين مناصرتها لينا؟ طب فين الاحزاب الليبراليه اللي بتنادي بالحقوق والحريات؟ هو مش اللحيه دي حريه شخصيه؟ نفترض ان هي مش فرض، نفترض ان هي بمزاج. انا افترض ان انا هعملها من باب الحريه الشخصيه. تمام. فين الناس اللي مصدعين دماغنا كل شويه وواجعين دماغنا بالحقوق والحريات، وقعدنا سنين، قعدنا فتره كده ما فيش في مصر غير حريه البكيني وحريه البلاجات وحريه الخمره. قعدنا كده قعدنا في فتره كده حتى ان هم حسسونا ان مصر كلها بتلبس بكيني وبتشرب خمره وبتقعد على بلاجات. يعني عارف مش دي هل دي مش حريات؟ اكيد. فين اين انتم يا دعاة الحريه من حريه اعفاء اللحيه؟ ولا هو الحريه دي زي ما بيقول اخويا النقيب محمد السيد عامله زي عندكم زي صنم العجوه، لما تيجي على مزاجكم تعملوها ولما ما تكونش على مزاجكم تاكلوها. هي كده عندهم. يمكن زميلنا الاستاذ محمد علي التقرير جاهز بتاع قصر الاتحاديه ولا لسه؟ هو طيب تقريرنا احنا كنا صورنا امبارح تقرير الزملاء في زملاء حضرتك هناك في قصر الاتحاديه. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع الملازم احمد حمدي. عندنا 4 أحكام قضائية صدرت لصالح الضباط، ومنتظرين أحكام أخرى إن شاء الله تصدر عن قريب بتأتي تطرح على حسب زحمة القضايا في المحاكم. فإن شاء الله مؤمنين خير. اللي في ايده ينفذ وزير الداخليه، اللي في ايده القرار اللي هو يرجعكم، ولا رئيس الجمهوريه نفسه اللي في ايده القرار؟ في إيد وزير الداخلية إنه يرجعنا، في إيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية إنه يرجعنا. الى حين ان ينتهي الزميل محمد علي من اعداد التقرير، لان في تقرير انا بعتها، انا
بعت لك تكرار مع بعض، مش غلطتي انا غلطتي دي. الى حين ينتهي يا زميل محمد من اعداد التكرار الثاني. استاذ سياده الملازم اول محمد حمدي، كنا بنتكلم عن استاذ احمد حمدي، الملازم احمد حمدي معذره. حضرتك كنت بنتكلم عن الحريات، و لماذا لم تقف او يتضامن معكم الاحزاب الاسلاميه وهي تدعو بالاسلاميه؟ بلاش الاحزاب الليبراليه. لا ده مهم الاحزاب كلها، لان كل واحد هيتكلم من منطلقه، يعني عشان ما نظلمش الاحزاب الاسلاميه ونقول ان هي ما وقفتش ليه ونسيب الاحزاب الليبراليه. لا، انا عندي الاحزاب الليبراليه لان هي اللي مصدعانا ووجع دماغنا في موضوع الحريات والحقوق والدفاع عنها. مش عارف ليه مش عايزه حتى تقول لك الناس دي معاها حق. بلاش دول خالص. الناس اللي برضه مصدعيننا في موضوع احترام الاحكام القضائيه. تمام. احنا مش عارفين فين الناس اللي كانوا عمالين اول ما مجلس الشعب اتحل قبل ما الحكم يوصل كانوا حلوه. احترام القضاء، احترام القضاء بقى واستقلال القضاء والقضاء مش عارف ايه والكلام ده كله، مش عارف هم فين دلوقتي. لكن احنا لما نيجي نستقرأ الواقع ونكمل الموضوع مشي معانا ازاي. حل الاحتياط والحل مجلس التأديب. الحل الاحتياط ده اجراء تعسفي من وزير الداخليه، بيعطي له الحق في ان هو يعمل الاجراء دوت بدون اي ضابط ليه او بدون اي سند قوي يستند اليه. رفعنا امرنا الى الله عز وجل، ورفعنا شكانا لله عز وجل، ثم للقضاء. نعم. وهل القضاء انصفكم؟ بفضل الله احنا اتحكم لنا دلوقتي في 5 احكام. انا هقول لك عشان برضو ايه، هقول لك ان في حكم في القاهره كان ضدكم، هنتكلم فيه برضو. طيب. 4 احكام في 4 دوائر مختلفه. رأت ان حكم المحكمه بتاعها، انا معايا حكم منهم. اول حكم خدناه بتاع المقدم ياسر عاشور، المقدم ياسر عاشور. تمام. بيتكلم في ايه الحكم؟ حكم بالنص كده بيقول ايه؟ بيقول قبول الدعوة شكلا ووقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بالحل الاحتياط وما يترتب عليه من آثار، ومن أخصها عودته إلى عمله. يعني قرار بيعود حكم العودة وألزمت الإدارة مصروفات هذا الطلب. طيب يبقى احنا كده معانا أحكام قضائية بتنص كلها على عودتنا للعمل. تمام؟ 4 أحكام قضائية تخص الوزارة استشكلت في الأحكام عشان توقفها لنا. ووقفت. والاستشكال ده طبعا ده الاستشكال بيتنظر. الاستشكال ده اترفض والزمت والمحكمه الزمت وزاره الداخليه في 3 قضايا ب 400 جنيه برفض الاستشكال و400 جنيه غرامه للوزير. طب يا عم وزاره الداخليه يا اللي بتنفذي الاحكام القضائيه على الناس، يا اللي انت اسمك سلطه تنفيذيه يعني بتنفذي الاحكام القضائيه، اين انت من هذه الاحكام القضائيه؟ مش عارف ليه مش عايزه ننفذها. واحنا ان شاء الله بصدد رفع دعوه مباشره جنحه مباشره على سيد وزير الداخليه في حاله ان هو مش هينفذ الاحكام. هل ستلجأوا الى محاكم دوليه خارج مصر ام لا ليه مش يعني توصل للدرجه يعني؟ احنا ان شاء الله هنحل موضوعنا كده من هنا فيه ان شاء الله. طيب هل عدم تنفيذ احكام القضاء في الداخليه ده بيدل عن الداخليه لسه ما زال هناك يعني يوجد بها بعض الفساد؟ ولا كل الفساد؟ انت عايز تجمل عشان انا موجود مثلا؟ لا، وزاره الداخليه لم تتغير حتى الان. عشان اي حد تسمعه يقول لك سياسه الوزاره اتغير. بص يا باشا، ان الوزير يتغير ده شخص اتغير. تمام. لكن القيادات لسه زي ما هي، بنفس الفكر العقيم، بنفس الاداء الركيك، بنفس الاهتمام السخيف باشياء في الوزاره مش هي الاشياء الجوهريه. يعني مثلا يعني ايه، تلاقي مفتش الداخليه يمر عليك مثلا، تمام، وانت موجود في الخدمه، هو مش لاقي حاجه يجازيك عليها، يلاقي العربيه عليها تراب، هي العربيه دي مطربه ليه؟ طب يا سياده المفتش اللي جاي تمر عليا، انت سالتني انا شخصيا كظابط انا والقوه اللي معايا احنا نازلين هنا ليه؟ ابتداء اصلا يعني احنا فاهمين احنا دورنا ايه ولا لا؟ تمام. طب انت شايفنا دورت على السلاح اللي شغال معايا، سلاح شغال ولا لا؟ سألت على آخر مرة ضربت فيها نار امتى؟ سألتني؟ كل الكلام ده هم مش مشكلة عندهم. هو يجي يسأل بقى ايه؟ استبن العربية مش عارف في ايه؟ السواق مش عارف الياقة بتاعته مش عارف فيها ايه؟ كلام مش هو ده اهتمام وزارة الداخلية أبدا. احنا وصلنا بقى بين الفراغ بمكان ان احنا بقى نبص على سفاسف الأمور ونسيب عظامها. واحد هيقول لي طب ما اللحية في حاجات أهم من كده بالداخلية، وليه دورتوا على اللحية
وسبتوا حاجات الاهم، وان اللحيه سنه زي ما هم بيقولوا، لكن احنا نرى ان هي فرض وواجب، والامن فرض. وهقول لهم الامن فرض والامن واجب. هل يعني هقول لك بقى اللحية حاجة. تعوق عملك مثلا؟ هقول لك بقى على حاجه كويسه جدا. اتفضل. هي لو اللحيه زي ما انتم شايفين، او في بعض الناس شايفه انها سنه وان الامن واجب، طب ايه المشكله لما نعمل السنه والواجب؟ ايه المشكله لما نعمل السنه والفرض مع بعض يعني؟ ايه المشكله لما نبقى ملتحين ونرجع الامن؟ ثم هل احنا اللي معطلين مسيره الامن في وزاره الداخليه في جمهوريه مصر العربيه، واللي احنا عددنا كلنا 64 واحد موقوف عن العمل؟ هل احنا اللي معطلين مسيره الامن في مصر؟ يعني هو الامن مستني ان الضباط دول يرجعوا شغلهم عشان يرجعوا الامن؟ هو فين الامن اصلا؟ طبعا. حضرتك ممكن يقولوا ان ممكن ده ان ضباط ملتحين في جهاز الشرطه، جهاز حساس زي ده، ممكن يكون يولد يعني حاجه مثلا زي الفتنه مثلا بينه وبين بعض الضباط الغير مسلمين في ده جهاز برضه الشرطة. صنم عجوه. الفتنه دي اصلا مين اللي خلقها؟ الامن، النظام السابق. وخلقها ليه؟ عشان كل ما يجي يعمل حاجه تبقى مسوغ ليه، اصل هيعمل فتنه، هيحصل فتنه. طب انا هقول لك على حاجه كويسه جدا. هو ضابط الشرطه دوره ايه اصلا؟ هل دوره يفصل في الموضوع؟ لا، انا دوري اثبت الواقعه واحيل الاشخاص اللي معايا، او احيل الواقعه للنيابه والقضاء. يعني القاضي اللي هيفصل مش انا. طب ده القاضي ملتحي. ما سمعناش يعني عن فتنه القضاة الملتحين وان هم عملوا فتنه بين المسيحيين والمسلمين يعني. ولكن لو قضاه مسيحيين تقريبا. لا، في رؤساء في رؤساء محاكم ومستشارين مسيحيين، ما فيش مشكله. لكن هو انا بقول لك هو بيبقى قاضي ملتحي وبيفصل في واحد مسيحي. ايه المشكله؟ بالاضافه بقى، طب لو هنتكلم على الطائفيه وهنتكلم، يبقى انا اغير اسمي، ومحمد يغير اسمه، ومايكل يغير اسمه، ومينا يغير اسمه، ونسمي نفسنا هادي وفادي وعماد وشريف والكلام ده، بحيث ما نعرفش احنا مين، عشان ما يقولكش برضه احمد يبقى ده مسلم وبتاع، يبقى هيعمل فتنه مع المسيح. لو الصليب اللي محطوط بقى ده يشيله لو هي هتعمل فتنه. لكن احنا ما بنطالبش ابدا ان المسيح يشيل صليبه، لان دي علامه دينه ويبقيها زي ما هو، اذا كان هذا امر عنده واجب او فرض الله اعلم. ولكن لا تمنعني انا ان انا امارس شعيره الديني. انا يا اخي عايز اتشبه بالنبي، انت زعلان ليه؟ وبعدين طيب. ايه اللي يعوق؟ انا عايز افهم، هل ضابط الشرطه لما يربي لحيته مش هيعرف يكتب محضر؟ هيتقله مثلا؟ طب هل ضابط الشرطه لما يربي لحيته مش هيعرف يجري ورا متهم ويجيبه؟ هل ضابط الشرطه لما يعمل محضر مش هيعرف يروح يؤدي اداؤه كما ينبغي؟ ايه علاقه اللحيه بالاداء الامني؟ ثم ان وزاره الداخليه ما بتمنعش الشارب، تمام؟ ليه تمنع اللحيه؟ ايضا في الدول العربيه الضباط نراهم ملتحين، الشرطه والجيش. لا الدول العربيه، لا الدول الاوروبيه كمان. انت عارف سويسرا دي اقوى شرطه في العالم، لان فيها خزانه العالم، خزانه المال بتاعه العالم، فيها فلوسنا كلها، فيها فلوسهم هم، احنا ما عندناش احنا كمان اللي هم سارقينها مننا. فلوسنا اللي هم سارقينها مسروقه. اقوى الشرطه عندهم. طبعا انا ما بطالبش ان انا اربي شعري بيقضي الحصان، لا انا بقول لك عندهم بيبقى شعرهم طويل، واللي عايز يربي لحيته بيربي، اللي عايز يعمل سكسوكه. ليه بقى؟ لان هم هناك فاطنوا الحاجه احنا لحد النهارده مش عايزين نفطن ليها. ايه هي؟ ان انا ما حاسبكش بشكلك، انا يهمني المهم عندي ادائك. هو انا يا فرحتي مثلا بشكلك وراجل ملمعها ونظيفه كده وزي الفل وما بتشتغلش، او مربي لحيتك وما بتشتغلش. فين التقييم؟ انا هقيمك على شكلك، يبقى تقييم صفر طبعا. ازاي اقيم الشخص على شكله يعني؟ لازم نرقى بمستوى التقييم، ان انا اقيم الشخص بعمله، اقيمه بادائه. انت اشتغلت النهارده، عملت ايه في شغلك؟ مش هقول لك انت قصرت لحيتك ولا طولتها، مش هقول لك ان انت حلقتها ولا سبتها، مش هقول الكلام ده، عايزين نرقى بيه عشان نتقدم. لكن انا هفضل طول عمري اتكلم في شكلك. هم بره بقى فاهمين الكلام ده كويس جدا، بيتعامل معاك ان انت ليك حريات وحقوق يجب انك تتمتع بيها، مقابل الحقوق والحريات انك تتمتع بيها دي هيبقى عليك واجبات لازم تؤديها. فانت كده طالق واحد عنده حقوق وحرياته، ايه اللي هيمنعه ان هو يؤدي واجباته؟ بالاضافه لان موضوع اللحيه ده على فكره مش موضوع يعني بالنسبه لنا احنا، موضوع شرعي وديني وتدينا لله عز وجل من المقام الاول. تمام. ثم لينا فيه نيه دنيويه. ما هي؟ ايه بقى النيه الدنيويه دي؟ ان وزاره الداخليه لما تقر وتعترف وترتقي ان هناك قانون يجب ان يحترم وليست التعليمات والاهواء، دي في حد ذاتها تقدم كبير جدا في الوزاره. هل ترى ان الداخليه تحترم القوانين بالفعل ام لا؟ الداخليه ايه؟ تحترم القوانين؟ تحترم القوانين ولا لا؟ لا طبعا لا تحترم القوانين، لا تحترم القوانين التي ضدها.
لكن لما يكون الحق ليها تجري عليه تنفذه، وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. لكن لما يكون الحق ضدها لا طبعا، وتستشكل وتحارب وتعمل. انا هقول لك على حاجه بسيطه جدا. كنا قاعدين مع احد اللواءات بيقول لنا وزاره الداخليه لن تقبل بضابط شرطه ملتحي. هو كان اللواء علي عبد المولى على فكره بالمناسبه، مساعد وزير الشؤون القانونيه. فانا بقول له يا سيادتك انا عايز افهم بس سياده حضرتك، هي وزاره الداخليه دي تمثل لاشخاصها وصيه؟ يعني هي دي وصيه بتاعت حد مأجرينها مثلا، فهم ليهم الحق ان هم يقبلوا او يرفضوا ايا كانت القيادات اللي تقبل او ترفض؟ هل هم مثلا مأجرينها من الدوله ايجار قديم مثلا، فلذلك فبموجب عقد الايجار ده ليهم الحق ان هم يقولوا مين يخش ومين يخرج؟ يا فندم السيد مساعد وزير الداخليه موظف في الدوله، والسيد وزير الداخليه موظف في الدوله، واي منصب في الوزاره، اي منصب في الدوله موظف في الدوله، يعني يخدم الدوله، يخدم القانون ويحترم قوانين الدوله. بدايه من رئيس الجمهوريه هو موظف عند الشعب، هو خادم للشعب، هو يخدم طبعا مصالح الشعب ويرعاها. لكن انا بكلمك في ايه؟ اللي بيقول لك انا ارفض او اقبل، انت باي موجب اصلا؟ ايه المسوغ القانوني اللي انت بيه بترفض وتقبل؟ يعني انا مش فاهم. انت ترفض وتقبل بموجب نص قانوني، نص قانوني يقول لك لا يبقى خلاص ما تنفذش، نص قانوني يقول لك اعمل يبقى تعمل. بموضوع بقى ليه وزاره الداخليه لحد النهارده مش عايزه تعمل قانون يمنع اللحيه؟ انا من هذه القناه بنادي وزير الداخليه، يا سيدي وزير الداخليه لو تستطيع ان تصدر قانون او قرار يمنع اعفاء اللحيه ارجوك اصدره. وانا اتحدى السيد وزير الداخليه من هذا المكان. طيب يا ست مرزوق، ليه بقى؟ لان هو مخالف للدستور وده ستير العالم كلها. طيب لو في الدستور الحالي اللي بيعملوه دلوقتي، الدستور اللي انا حاسس مبارك قاعد معاهم وهم بيعملوه، لان انا في شايف ان في الدستور مواد زي ماده حمايه مكتسبات الثوره، هي حمايه مكتسبات النظام مش مكتسبات الثوره، حمايه الحاكم وحمايه حمايه وزير الداخليه نفسه، ان تمنحوا حق الضبط، يعني هيمنحوا حق الضبطيه وحاجات كتيره جدا هنتكلم فيها الحلقه الجايه ان شاء الله. بس يا رب نطلع على الحلقه الجايه، ان احنا شكلنا كده ان شاء الله نخش على ليه لا على الحي السادس في مصر. لا الحمد لله. طيب. ما زلنا يعني بنتمتع برضو على الاقل بحريه الكلمه يعني. طبعا يا رب بس يديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب. اللهم طيب الحاجه اللي انا دلوقتي لو في الدستور الجديد حاولوا ان هم يلعبوا، يستحيل، ونزلوا ماده كده زي ما هم بنزلوا مواد كده من غير ما حد يفهم عنها حاجه. يستحيل. يستحيل. انا بقول لك الكلام دوت ثقتي في ان انا شايفك. دستور العالم كلها ما فيهاش الكلام يا باشا معلش. مش في عندنا حاجه اسمها حقوق انسان؟ اكيد حقوق الانسان دي بتدافع وتحارب على حقوق الحريات الشخصيه للشخص العادي. تمام. في العالم كله بيعتبروا ان شعرك من حريتك، انا ما اتدخلش فيه. تربيه تحلقه مش مشكله، العالم كله كده. وانا مش بقول عايزين نبقى زي العالم كله، لا احنا عايزين نبقى كشرعنا وكديننا نرتبط بيه ونتعامل من خلاله. النبي صلى الله عليه وسلم امر باللحيه في اكتر من 18 حديث في كتب الصحاح، وانا مش هخش في الجدل الفقهي لاني لست فقيه، لكن اقول لك فهمنا للاحاديث دي هي فرض، بالك ان هي واجبه وفرض، واتفق الائمه الاربعه على وجوبها، ولم يثبت عن ولم يعني نعرف ولم يثبت ولم نقف على ان حد من الصحابه كان حليق اللحيه، او حد من التابعين كان حليق اللحيه، او حد من تابع التابعين كان حليق اللحيه، الى حد دوله العثمانيين ما كانوش حليق اللحيه. محمد علي باشا الله يرحمه، لحد محمد علي كان في لحيته. طب امال ايه يعني؟ ليه بتحاربوا؟ لكن انا ارى يعني واظن ان هي محاربه لاي مظهر ديني يمكن ان يظهر. على فكره انا بقولها لك ودي على مسؤوليتي الشخصيه، واحنا في الكليه كانوا يمنعونا من صلاه الجماعه في كليه الشرطه، واحنا في كليه الشرطه وما زالت الله اعلم. بس انا والله بفضل الله وانا في الكليه كنت بصلي جماعه، والظابط اللي كان بيجي يقول لي ما تصليش كنت اقول له هصلي جماعه. لكن ده الكلام ده كان يعني في عهد مبارك وعهد حبيب العدل تقريبا. وده كان في سنه اولى بس، ما اعرفش هل ده كان مقصود عشان انت مثلا ما كانش في وقت، لكن بعد كده كنا بنصلي جماعه. لكن في بدايه الامر كنت انا، وكان في احد الضباط بيتعامل بينا لا ازاي تصلي جماعه لا انا هصلي جماعه والكلام، واللي عايز يعمله يعمله. فانا عايز اقول لك ايه، ان في محاربه في تيار بيحارب المظاهر الدينيه ولا شك. تمام. اصل باي عقل تقول لي ان انت تدافع عن حقوق البكيني وتحارب في الوجهه الثانيه النقاب؟ يعني باي عقل تقول لي الكلام ده؟ باي عقل تقول لي اسمح بالخمور واسمح بذلك، وفي الناحيه الثانيه يقول لك لا مش عايز لحيه ومش عايز حتى في الدستور الدوله مصر دوله اسلاميه. طبعا ده ابسط حاجه، وده يعني احنا مستندين ليه كلها يعني. اصلا البكيني ما ينفعش تتكلم فيها اصلا، وده الغريب ان هي الماده اصلا معطله. ان مصر دوله اسلاميه
او مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع، برضو الماده دي عايزه تبقى قويه شويه عشان خاطر اي واحد لسانه طويل فقط لا غير. اي واحد لسانه طويل يتلم ويسكت، لان الكلام ده ما ينفعش. احنا في دوله يجب ان تحترم شرائعها يا جماعه. ده في العالم كله بينص على ان رئيس الدوله يبقى مذهبه كذا، مش ديانته كذا. يعني مثلا يقول لك مسيحي كاثوليكي، مش مسيحي مثلا بروتستانتي، لا مسيحي كاثوليكي. ليه في مصر يا جماعه؟ ليه انتوا ليه في ناس معينه قاعده بتحارب دين ربنا عز وجل وهم لا طاقه لهم بذلك اصلا يعني. لكن الله المستعان. فاحنا بقول لك ان اللحيه دي لها فايده للمواطن نفسه. هتفيده في ايه بقى؟ ان الوزاره مش هتبقى وزاره عسكريه، هتتحول بالفعل الى وزاره مدنيه، يعني ترجع لطبيعتها الاصليه، ترجع لطبيعتها. انا ماليش دعوه بتوجه السلطه السياسيه. السلطه السياسيه اسلاميه ماليش دعوه، السلطه السياسيه غير اسلاميه انا ماليش دعوه. انا كضابط شرطه مدني كل دوري انفذ القانون واحترمه واطبقه. طيب مش هتيجي مثلا في صف الاسلاميين لما يحصل اي مشكله مثلا تيجي في صف الاسلاميين مثلا عشان انت ملتحي؟ طب ما انا كنت جيت اقول لك على حاجه. انت عارف ان دي ضمانه للمسيحي. ضمانه ليه بقى؟ هو انا هاذيه بفكري ولا بلحيتي؟ بالفكر. طب انا لو عايز اذيه انا احلقها عشان اعرف اذيه براحتي وما يعرفش انا توجهي ايه. فدي ضمانه لي ان انا مش اذيك. يعني ده انت اذيتني، لا ده انا ظاهر جدا، لا واضح جدا انا باذيك وانا بلحيتي. لو انا عايز اذي فدي ضمانه للمسيح ان انا مش اذيه. وفي نفس الوقت المواطن ايه اللي يخليني اللي امرني بدي امرني بالعدل، اللي امرني بدي امرني بالانصاف، اللي امرني بدي امرني ان انا اقول الحق ولو على قريبي، امرني ان انا اعدل ولو على اقرب الاقربين ليا. فاحنا مش ازدواجيين ولا احنا بناخد من الدين حته ونسيب الحته الثانيه، لان ربنا عز وجل قال لما ذم اليهود والنصارى قال فيهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لا احنا مش كده، احنا نؤمن بالكتاب كله. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، اي ادخلوا في الاسلام بجميع شرائعه وجميع واجباته وفروضه ونواهيه. ايوه. فهو اللي امرني باللحيه امرني ان انا اعدل، وامرني ان انا انصف، وامرني ان انا ما اظلمش. فيبقى اي عقل يقول ان انا هاجي ناحيه حد واحابي حد على حساب حد، فهذا خطا جام. اما انت سالتني سؤال ايه فين انتماءاتنا او ايه الانتماءات السياسيه لينا؟ انتماءات ليكم مثلا؟ وانا اقول لك صدقا يعني والله وهذا قسم اقسم ليس لنا انتماءات سياسيه اطلاقا او دينيه تنتمي لاي جماعات مثلا؟ يا اخي التصنيف ده هو ده. البعض يقول دول مثلا بينتموا للجماعه السلفيه، ينتموا للاخوان المسلمين وهكذا. احنا لن نخجل من ان احنا نقول ان احنا بنتبع السلف الصالح، ولن نخجل من ذلك، لان العلماني بيقول لك انا علماني والليبرالي بيقول لك انا ليبرالي، تمام. ولكن السلفيه زي ما تتبع المنهج وليس الجماعه. ايوه، السلفيه ليست جماعه، كان زي ما بيقول شيخنا الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه، انها ليست جماعه، ان هو منهج، كتاب، طريق اعرفه. الطريق ده اللي ماشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها ان احنا نتبع السلف الصالح في فهمهم او في فهمهم لما انزله الله من الكتاب وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنن. فهو ده السلف الصالح، ونحن نتبع السلف الصالح ولا نخجل من ذلك. اذا كان العلماني لا يخجل ان هو يقول ان هو علماني، واذا كان الليبرالي لا يخجل ان هو يقول انه ليبرالي، فانا حتى لو هو خجل انا ما اخجلش، بل وهذا وسام على صدري وتاج اضع على راسي انني اتبع المنهج السلف الصالح. فليس لنا اما الانتماء السياسيه حزب كذا او الكلام ده، ليس لنا انتماءات. وهذا اكبر دليل على ان ليس لنا انتماءات، ان هذه الاحزاب لم تقف بجوارنا، لم تدعم لقضيتنا، مع ان كل الاحزاب السياسيه الليبراليه والعلمانيه والاسلاميه هذا الامر يخصهم. حريات، ما بالحريات، اللي يخصهم ما بالحريات يخصه، واللي يخصهم ما بالدين يخصه. فهذا الامر يعني. طب ليه شايف ان ما فيش اي تيارات، سواء تيارات ليبراليه او تيارات اسلاميه، مش شايف مثلا قاموا جيشوا جيوشهم زي جمعه الوثيقه مثلا نصية السلمي؟ ليه ما شفناش جيشوا جيوشهم عشان خاطر محاسبه مرسي او الجمعة اللي كانوا بيعملوها؟ ليه ما شفناش دول قاموا كده بينادوا بحرية إطلاق اللحية؟ سيبك بالنسبة للليبراليين، سيبك من ان هي حلال أو حرام، إن هي حرية شخصية. بص يا أخي، هو ليه؟ هو مما رأيناه من استقراء الواقع يعني تأكد لنا وتبين لنا
أن هؤلاء يحاربون ويدافعون عن كل الحريات ما عدا الحريات الإسلامية، ولا أقول الحريات الدينية الإسلامية، لأنه الحريات في حريات تانية بيدافعوا عنها برضه. هؤلاء لا يحاربون قطعا عن الحريات الإسلامية، بل يحاربونها، فلا يدافعون عنها ويحاربونها حربا شعواء. لا يعني لا أدري ما الطائل من وراء ذلك وما طاقتهم في هذا. طيب. ولكن يعني ربنا عز وجل يعني يخذلهم بأمر الله. طيب معانا الحاج أحمد من وادي النطرون. السلام عليكم حاج أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. وأنا كنت عايز أسأل الأخ ربنا يقوي إيمانه سبحانه وتعالى. اللهم آمين. ولكن هو بصفته شاف القانون بتاعنا دي، يعني القانون احنا حكمنا بيه على طريقة الفطرة. الناس ما كانتش بتعرفه. زيادة البلطجة والكلام دي لأن الناس بدأت تعرف ثغرات القانون ده. لكن لما تعرف القانون ده على حقيقته ما تقدرش تحكم بيه البلد دي 24 ساعة. لأنه لابد اللي يحكم، لا تقدر تمسك تاجر مخدرات ولا تقدر تمسك زاني ولا تقدر تمسك، لأنه القانون بيقول لك يطبق بتمسكه متلبس. فيبدأ المنحرف يحافظ على إنه ما تقدرش تمسكه. لابد اللي يحكم بالقانون ده يكون ظالم، وإلا ما يقدرش يحكم بيه خالص. لأنه لابد تاجر المخدرات أنت مش هيظابط اللي بيبقى ماسك، ما بيقدرش يعمل علم ريش ويمشي وراه ويلف وراه في كل حتة. لكن بيعرفوا إنه ثلاث أرباع أنا سجن. طيب. 3/4 المسجونين مش 3/4 ده 90% دول. طيب يا حاج أحمد. لأنه طبعا الضابط مش هيعمل علم ريش يلف وراه لغاية لما يمسكه، لأن هو بيبقى حريص. لابد بيجيبه ويروح حاطط له ويروح حبسه. طيب. التاجر السلع بيروح يجيبه ويروح حاطط له ويروح حبسه. يا حاج أحمد. فهو فعلا لقول الله هم الظالمون. طيب معايا يا حاج أحمد لو سمحت. لأنه ما يقدرش يحكم، لأنه في الشريعة نحن كلنا حكام. طيب معايا يا حاج أحمد سمعني؟ دلوقتي أنا لو ضابط شرطة، اللهم لا، على الوضع اللي احنا شايفينه حاليا ده، دلوقتي أنا ضابط شرطة جيت لك أنا لبستك قضية، لبستك تهمة، وحطيت لك زي ما أنت بتقول حاجة، وبقيت ظالم في نظر، بقيت ظالم وحطيت لك لفيت لك أي حاجة، هيبقى أنت مرتاح ومبسوط؟ سعادتك حضرتك فضيلة الشيخ، دلوقتي لما انا نشوف قدوتي قدامي بيظلمني، انا ظلمت. انا رحت في قضيه عندنا معركه، فشلت جماعه منصبين في المعركه ووديتهم المستشفى. فلم يجدوا احد في عائلتي الا انا. جابني ضابط وحط لي قضيه سلاح خدت فيها 3 سنين. طيب. فلما هيكت وقعدت في الجسم اقول انا هشتكيكم واعملكم واعتقلوني. دخلت الاعتقال ده وشفت الحاجات دي على الطبيعه. يعني وجدت انا ببقى موجود فعلا، انا كنت قدام القاضي بكتب وابص الاقي المحامي بيكذب والملف اللي قدامي كله كذب في كذب، وانظر الى القاضي سبحان الله والله يقول لك كده حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. وقاضي بيحكم على ورق قدامه كله 3/4 كذب، والمحامي بيكذب قدامي، والضابط اللي جاي بيشهد بيكذب. بس دلوقتي فين العدل؟ طب انت وراك آية بتقول إذا حكمتم بين الناس يحكموا بالعدل، إيه عرفك إيه أنت حكمت بالعدل؟ طيب. فدلوقتي أغلب الناس اللي في السجن، دخلت السجن ظلم، أغلب الناس اللي موجودين فيه مظلومين، يقول لك أصل أنا ما لقيتش مادة في القانون تخرجه، والناس فعلا بتبقى قتل ويجوا يحترفوا معانا جوه ويقول لك أنا عملت كذا 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 ويطلعوا براءة. إذا الحل يا حاج أحمد إن إحنا يعني أنا بستغرب. إذا الحل إن إحنا نطبق القانون الوضعي ولا نطبق القانون السماوي، القانون الإلهي بتاع ربنا؟ الله يفتح عليك. طيب. احنا دلوقتي عندما لما خلقنا الله سبحانه وتعالى ليس لنا خيارا في امرنا، قال الله ورسوله امر الا علينا ان نقول سمعنا واطعنا. فهل دلوقتي انا اسائل جميع الناس اللي بتحارب تطبيق الشريعه؟ ماشي. طيب. عندي كذا سؤال عايز الناس تجاوبني عليه. اتفضل بس بسرعه في عجاله حاج احمد. انت الهك الذي خلقك صور لك قانون وقال لك ده المطابق معاه، ايه رايك في ربك الذي خلقك سبحانه وتعالى؟ هل هو سن لك قانون غير عادل وظلمك؟ ام هو نزل لك قوانين تحفظ كرامتك وتحفظ دينك وتحفظ شرفك وتحفظ هيبتك وتحفظ؟ هل انت زي الناس، انا بستغرب على الناس
اللي بيقول لك احنا لازم نغني الناس الاول وتضرب بعد كده تطبق الشريعه. مش انت اللي بتغنيهم، ان كنت انت مؤمن بانه خلقك اله واحد ليس مطبق له شيء ولا مصرف شيء الا ان تطيع الله سبحانه وتعالى، ومؤمن برزقك ان هو اللي بيرزقك. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقتلوا ابنائكم خشيه الاملاق، نحن نرزقهم وياكم. يبقى الرازق من الله سبحانه وتعالى، بس الايمان ضعف ليه من محافظ الدين. الاخ الفاضل ضابط الشرطه الموجود هو دارس القانون كويس وعارفه. القانون عدو للاسلام والاسلام عدو للقانون. اذا يا حاج احمد ما ينفعش يا حاج احمد اذا الحل كما ترى انه تطبيق القانون السماوي القانون الالهي. بشكرك جدا يا حاج احمد على هذه المداخله الجميله. انا بس عايز يعني اولا ربنا يكرمك يا حاج احمد واعلم ان هذا الذي ظلمت فيه يعني المظلمه لن تضيع وهي عند الله عز وجل قائمه وستنتصر من الذي ظلمك. ولكن انا اؤيدك جدا في اللي انت بتقوله، في ان فعلا القانون فيه ثغرات وفيه فلاتات كتير جدا. لكن امر ان الضابط هو الضابط ما بيشتغلش. هو لو يشتغل وينزل هيلف وراه وهيلف يجيب مخبرين وهيظبطه متلبس فعلا لو الانسان ده مجرم. لكن لما بيستسهلوا وبيرضوش يشتغلوا الا ما رحم ربي. لا، في ناس شغاله طبعا، ما نقدرش ننكر ان في ناس شغاله وشغاله بما يرضي الله جدا، وفي ناس والعياذ بالله يعني ما بتراعيش ربنا في شغلها، على السمع بتجيبه وتروح ملبسه قضيه، وده بيحصل وما نقدرش ننكر الكلام ده. ولكن هو كنا واحنا في الكليه بناخد القانون الجنائي، كان اللي هو اللي كان بيدينا كان بيقول لنا ليه المحضر بيبوظ؟ لان الضابط ما بيشتغلش، ما بينزلش يأدي شغله فعلا، ما بيعملش التحريات صح، ما بيعملش المحضر صح، ما بينزلش بنفسه، بيبعت مخبرين، بيبعت ناس. فده طبعا انا معاك ان في ظلم واقع وان القانون فيه ثغرات كتير. ولكن لو القانون ده اللي احنا عايشين بيه ده اشتغل بيه الضباط واشتغل بيه البحث كما ينبغي، هيبقى قانون قوي. لكن طبعا اضم صوتي لصوتك ان انا انادي بتطبيق شرع الله عز وجل في هذا البلد وفي كل الدول الاسلاميه، يعني لم يطبق فيها شرع الله عز وجل. ربك معنا الاستاذ رمضان من الشرقيه. السلام عليكم استاذ رمضان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ رمضان، اولا سؤال. اولا قبل ما تتكلم سؤالك، سؤال بس يا استاذ رمضان، هل انت مع جمع تطبيق الشريعه ام لا؟ لا، انا مع تطبيق الشريعه. طيب السؤال الثاني، ومن لم يحكم بما انزل الله. نعم، السؤال الثاني يا استاذ رمضان، هل انت مع اطلاق اللحيه في جهاز الشرطه ام لا؟ لا، انا مع اطلاق اللحيه لكل الاجهزه كلها. تمام. هي اللحيه الشرطه الضابط هيتعبرس فيها وهو ماشي ولا ايه؟ تمام. حلو، يتعكرس دي يعني يتكعبل. انا عايز انتقد الحكومه. اتفضل انتقد براحتك، احنا هنا منبر مفتوح. انا عايز انتقد الحكومه. انتقد براحتك. حكومه بابا حسني وماما سوزان زي حكومه الدكتور مرسي. ولا ايه؟ يقولون ما لا يفعلون. يقولون ما لا يفعلون، نعم. ايوه. احنا دلوقتي ساكنين في العشوائيات في الشرقيه محافظه الريس، وقاعدين من غير ميه ومن غير كهرباء وراضيين وبنقول الحمد لله رب العالمين. فاني حته في الشرقيه يا حاج رمضان؟ فين حته في الشرقيه؟ كان وراك مركز اولاد صقر. فاحنا دلوقتي قاعدين وراضيين ومش موظفين، ونفسنا نوصل بقى كهرباء على حسابنا، واحنا موجودين في العشوائيات دي من قبل الثوره. وعايزين حد يوصل صوتنا ويرحمونا من اللي احنا فيه، مفيش. تمام. يا دوب الحكومه بتقول ما لا تفعل. احنا عايزين نطبق الشريعه، لان لو طبقنا الشريعه هنطبق العداله. صح. واللي يقع عليه الحد ويقع عليه انا الحد، طبق عليه الشريعه، حتى هروب من ذنبي وحرام من الله عز وجل. بشكرك جدا يا استاذ رمضان، شكوتك وصلت، ويا ريت الحكومه تفعل او تعمل اللي تقول بيه. معانا اتصال تاني يا استاذ حسين؟ معانا التقرير، نشوف التقرير ونرجع ليكوا بعد التقرير. اطلع بالتقرير يا استاذ محمد. اللي اعفوا لحاهم بالرجوع للعمل باللحيه ولا؟ عندنا 4 احكام قضائيه صدرت لصالح الضباط، ومنتظرين احكام اخرى ان شاء الله تصدر عن قريب، بتاتي تطرح على حسب زحمه القضايا في المحاكم. ان شاء الله مؤمنين خير. اللي في ايده ينفذ وزير الداخليه، اللي في ايده القرار اللي هو يرجعكم، ولا رئيس الجمهوريه نفسه اللي في ايده القرار؟
في ايد وزير الداخليه انه يرجعنا، في ايد رئيس الجمهوريه بصفه رئيس السلطه التنفيذيه انه يرجعنا، سواء يوجه وزير الداخليه او يلزمه انه يرجع الضباط بقرار. شايف حضرتك يعني مين اللي ليه مصلحه في عدم تنفيذ احكام القضاء؟ لا، هي السياسه العنصريه لوزاره الداخليه لا تزال قائمه، بدليل صدرت الاحكام ولم تنفذ حتى الان، فتغيرت الاشخاص. الوزير اللي اصدر قرار لحال الاحتياط مشي، وجه الوزير الجديد برضه ناس مشي على نفس الضرب، فتغيرت الاشخاص ولم تتغير السياسات، سياسه الاقصاء والعنصريه. هل ما زال الداخليه كلام ان احنا لما كنا في التفاوض مع السيد مساعد الوزير للشؤون القانونيه عرض علينا عروض يعني مغريه في ان احنا نتنقل لوظائف مدنيه خارج وزاره الداخليه، خارج الوزاره، وعرض قال ان هي اماكن هتكون فيها طبعا يعني مرتبات كويسه مجزيه هتريحكم وهتعجبكم، لكن احنا رفضنا الامر ده رفض تام، وقلنا له احنا مش قضيتنا ان احنا نتنقل لاماكن مدنيه او اماكن ناخد فيها فلوس ثانيه واجر مجزي غير اللي احنا بناخده. احنا كل قضيتنا السماح باطلاق اللحيه في جهاز الشرطه على الرغبه، يعني مش فرض على الناس، لان هو حق اصيل لينا في قانون الشرطه. مفيش لا قانون الشرطه بيمنع هذا الامر ولا اللوائح الداخليه المعمول بها داخل جهاز الشرطه بتمنع هذا الامر. والدليل على ده الاحكام القضائيه اللي حصل عليها مجموعه الضباط اللي معانا، وان شاء الله في احكام قضائيه. هل رجعوا؟ شايف ان ممكن الوقفه النهارده تجيب نتيجه مع الرئيس مثلا؟ ممكن حد يقابلكم، حد يكلمكم، ولا لسه؟ والله احنا اولا جايين النهارده عشان في 4 احكام قضائيه، تمام، العوده الضباط العمل باللحيه، تمام، واحنا قررنا ان احنا في اعتصام ان شاء الله لغايه ما يبقى في قرار من يعني حد يسمعنا وحد يقول لنا انتوا ان احنا نرجع للعمل، تمام. ثانيا اولا ما فيش اصلا يعني البلد ماشيه بالقانون، تمام، ومفيش قانون اصلا في هيئه الشرطه يمنع اطلاق اللحيه من ماده 41 لماده 47. تمام. طيب شايف حضرتك ممكن وزير الداخليه ينفذ القرار ده، ولا في اصلا يعني في رفض تام لاطلاق اللحيه في الداخليه؟ اولا يعني رفض ليه؟ ليه يبقى في رفض؟ اولا هل اللحيه سبه ولا سنه؟ السنه. اللحيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فرض. تمام، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، سنه واجبه طبقها اسف، تمام. مفيش اي مانع لإطلاق اللحيه، بالعكس يعني هل اللحيه تمنع الامن في البلد؟ يعني بص الدول الثانيه السعوديه مش هل ما فيهاش امن؟ اللحيه موجوده، الكويت فيها اللحيه موجوده والامن موجود، الامارات نفس القصه. نعم. مفيش اي مانع لاطلاق اللحيه، يعني بينما مفيش حاجه، احنا ماشيين بدون دوله قانون، خلاص مفيش ماده في القانون في هيئه الشرطه تمنع اطلاق اللحيه. ثانيا ما عندكش اي مبرر للتعسف في جزاءات الضباط وتحويلهم للاحتياط والوقت. رسول الله النقيب محمد السيد، مديريه امن الشرعيه قوات الامن. طيب سياده النقيب، شايف حضرتك ان الداخليه ما زالت تحتاج الى تطهير ام لا؟ والله الداخليه ما تغيرش فيها اي حاجه غير ان هو كل مدى بيجي وزير على وزير على وزير، لكن السياسات زي ما هي. وزاره الداخليه بتعج بالفساد المالي والاداري. والمستشار هشام جنين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كان في حوار مع الاستاذ وائل الابراشي من 3 ايام، وقال ان اول وزاره فيها او اكبر وزاره فيها فساد مالي هي وزاره الداخليه، تعدى حتى الان ال 2 مليار جنيه، وان في قيادات بتتقاضى اموال في الشهر وصلت ل1 جنيه بدون توقيعات، وان في مبالغ بتطلع من وزارات لقيادات في وزاره الداخليه بدون وجه حق. علاوه على ان قيادات الداخليه ما عندهاش اصلا خطه، هي بتشتغل بالاوامر. عشان كده لما جت حصلت الثوره، ال3 محافظات او 4 محافظات بس اللي كان فيهم تعامل، القاهره، اسكندريه، المنصوره، السويس، ما كانش في محافظات كتير. انما الشرطه سقطت ليه؟ او قالك الشرطه سقطت ليه؟ لان ما فيش حد يلاقي حد يتصل عليه بالتليفون، لان ما فيش اصلا خطه، ما فيش قانون. هي القصه ايه؟ اوامر الباشا، شوف التعليمات ايه ونفذها. فهي الداخليه حتى الان لا بتنفذ قانون ولا عندها استراتيجيه، والدليل اللي بيحصل في سينا. الحل في سينا مش حل امني، الحل في سينا حل سياسي، لكن عشان خاطر الداخليه ما عندهاش رؤيه اصلا، وهي ماشيه في اقول ايه، في ثياب اللي قبليها، فبرضه راح وسمح ان الضباط تروح والافراد تبقى عرضه للموت، لان ما فيش خطط وما فيش استراتيجيه للعمل الامني. ما سمعناش عن خطه الامن في
اسبوع، ما سمعناش عن خطته في اسبوع، في شهر، ما سمعناش خطته مثلا خلال ال 100 يوم. كل اللي سمعناه كلام مرسل، كله كلام وخلاص. طب شايف الفساد ده بيبدا من مين؟ من الوزير نفسه ام تحت الوزير ام قيادات مختلفه؟ بص احنا طبعا احنا كلنا بشر ومحدش معصوم من الخطا. الفساد بيبدا من عند اصغر واحد في الداخليه لغايه مساعد الوزير. فساد الوزير في ايه؟ ان الوزير بيكتفي بالتقارير اللي بتقدم ليه، لكن هو لو عايز يعرف الحقيقه يعرفها. مفيش واحد في الدنيا لو عايز تعرف الحقيقه تعرفها، تتخفى، تسال قرايبك، تعمل اي حاجه، تكلف جهات. نقيب هاني صبري الشاكيري. نقيب هاني، اولا هل ليك اي توجهات ايديولوجيه او سياسيه؟ اي توجهات ايديولوجيه او سياسيه طبعا. هي توجه ايديولوجي وسياسي قوي جدا، الا وهو ان مصر لازم تبقى دوله قانون وليست دوله نظام او دوله بوليسيه تقوم على التعليمات والاوامر والنواهي. فان كان يصح ان يكون هذه ايديولوجيه فهي دي ايديولوجيه كل اللي موجودين، الا وهي دوله تقوم على احترام القانون، دوله تقوم على تنفيذ الاحكام القضائيه، وليس دولة تقوم على تنفيذ الأهواء والآراء الشخصية حتى وإن كانت مخالفة للقانون. البعض يقول أن الضباط الملتحون ينتمون إلى بعض الجماعات الإسلامية مثل السلفية والإخوان وكده، هل بالفعل في حد فيكم ينتمي للجماعات دي ولا مسلم كمسلم فقط لا غير يطلق اللحية؟ طبعا المسلم هو مسلم فقط ولا غير، نتبع وبصوتنا في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ننتمي لأي تيارات سياسية موجودة كحزب النور أو حزب الحرية والعدالة أو كيانات موجودة كالدعوة السلفية أو جماعة الإخوان المسلمين أو غيرهم من الجماعات أو الأحزاب الليبرالية. لا طبعا لا ننتمي لأي حزب من الأحزاب الليبرالية أو العلمانية. احنا مجرد مواطنون بنعمل في هيئة الشرطة كضباط وكأفراد، ونريد اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن لا يوجد هناك مانع لا شرعي ولا قانوني ولا دستوري ولا عملي لاتباع هذه السنة داخل وزارة الداخلية. وقفات وتظاهرات كثيرة قام بها الضباط الملتحون متمنين أن ينظر إليهم الرئيس محمد مرسي بعين الرحمة، مرددين شعارات الرئيس ملتحي والوزراء ملتحون، فلماذا ترفض الداخلية اللحية، مطالبين بعودتهم إلى العمل وفقا للأحكام التي حصلوا عليها من القضاء الإداري بالأسكندرية، وذلك بإلغاء قرار وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم بوقفهم عن العمل، متمنين أن تكون هناك حرية لممارسة الشعائر الدينية في دولة تهرول وراء الديمقراطية. فهل يتحقق حلم هؤلاء الضباط في العودة إلى عملهم مرة أخرى أم يبقى الحال كما هو عليه؟ فهل يتحقق حلم هؤلاء الضباط أم هل يبقى الوضع على ما هو عليه؟ بشكل كده هيفضل على ما هو عليه؟ لا طبعا إن شاء الله يتنفذ بإذن الله. أنا بس كنت عايز نتكلم في حاجتين مهمين جدا. ان احنا كنا المفروض هننزل قدام القصر 3 مرات قبل كده وهنعمل اعتصام، ولكن علقنا الاعتصام بسبب ان كانت في وعود قويه من جهات مسؤوله في الدوله، يعني بان احنا الموضوع هيتحل. فوجئنا واحنا ماشيين المفروض بقى الموضوع هيتحل، لكن فوجئنا ان ده عايز ادللك ان وزاره الداخليه لسه زي ما هي، ان النقيب محمد البتنوني لسه عفى لحيته قبل العيد بحوالي 15 يوم. وفوجئنا ايوه كان معاه التقرير ده فعلا. فوجئنا ان هو اول يوم العيد تم حالته مجلس التأديب والاحتياط. طب انتوا ازاي؟ ليه يا جماعه ان الوزاره لسه زي ما هي؟ ليه ما زالت يد البطش ويد القمع ويد العنصريه ما زالت موجوده؟ ليه تقصيني انا عشان ملتحي وغيري؟ ليه سياسه الاقصاء موجوده في البلد؟ ان اللي مش معايا هركنه على جنب. ليه انا وانت ما نشتغلش مع بعض في مكان واحد؟ واحنا كنا شغالين قبل كده، يعني كل اللي اتغير فينا شكلنا بس، ان انا بس ليه شعر في وشي بس، ادي اللي اتغير فيا. لكن هل كفاءتي هتقل؟ لا بالعكس مش هتقل، ممكن تزيد كمان. طب ومش معنى كده اني مش ملتحي كفاءته قليله، لا يعني انا ما بتكلمش في كده خالص. لكن فوجئنا زي ما بقول لك ان احل الاحتياط. فلذلك طبعا كانت وقفتنا قدام الوزاره بسبب ان احنا بنندد ونستنكر سياسة وزارة الداخلية التي لم تتغير حتى الآن والتي ننادي بتغييرها، إنما زالت كما هي، ولسه برضو القمع والقهر وتكميم الأفواه والبطش عشان ما يطلعش حد جديد ما زال. وأنا أؤكد لك إن في آلاف من الضباط والأمن في وزارة الداخلية تتمنى إعفاء اللحية، ولكن خوفا من البطش والظلم ما قدروش هم يلتحقوا بينا. أنا ليا واحد صاحبي نقيب طلع من الشرطة نهائيا، وده اللي كان بيحصل زمان من الشرطه قبل الثوره. السؤال بقى، انا مش عايز اغضب ربنا في الشرطه. السؤال بقى اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيه، ليه مش قبل الثوره وليه بعد الثوره؟ ليه يعني هل انتهزتوا الفرصه؟ ليه مش قبل الثوره؟ وليه ما طلبتوش قبل الثوره فعلا؟ هو ليه الثوره قامت في 25 يناير 2011 وما قامتش من قبل كده؟
مع ان الظلم معروف من زمان. انتوا السبب. لا مش احنا، وزاره الداخليه يعني، لكن كاشخاص انا ما تشخصنيش. وزاره انا عارف، الداخليه انا عارف ان وزاره بس مش كلها، عشان خاطر واذا كان السبب اليد الاولى والاخيره في السبب هو امن الدوله، امن الدوله التي ما زالت تعمل بنفس القوه القديمه. السؤال ده كنت لسه وبنفس السياسه القديمه، هو اللي تغير فيها اسمها بقى الامن الوطني. طيب. ولكن ما زالت. هل في ضباط امن دوله اللي هم كانوا بيمارسوا التعذيب ايوه يا فندم، هم في نفس المكان؟ بص، هو شلطه ايه ده لبسها لده يعني، بمعنى ده شغال في اكتوبر وديه مدينه نصر، هاب بتاع مدينه نصر شغال في اكتوبر، ده شغال في الجيزه في جابر بن حيان، لا وديه مش عارف فين وهات ده مكانه، ودي ده، بحيث بقى ايه تيجي انت تتعامل دي وجوه جديده جديد لسه يبقى ده انسان. لا هم ولسه سياستهم زي ما هي، ممكن يكونوا كانين شويه مش شغالين، لكن هم بنفس الفكره ونفس السياسه. لكن ليه مش قبل الثوره وليه بعد الثوره؟ واللي واضح للعالم كله وان حصل حاجه في مصر اسمها ثوره بتنادي بالحقوق والحريه. ده فوتوشوب على فكره، هم فاكرين لا هو على فكره ثوره حقيقيه. بعض الفوتوشوب يعني. اخ كان بيقول لك ان دي فوتوشوب، لا هي حدثت وقالت والناس تنورت وتفتحت في ذهنها، وبدات الناس تطالب بحقوق والحريات. لا يمكن ولم يكن من المحتمل ان الموضوع ده يتم قبل الثوره. ليه؟ لان في ضابط من الضباط عمل كده، وفي كذا ضابط، لكن انا هديك نموذج اللي انا اعرفه واللي انا واقف عليه فعلا. الضابط ده مش هقول لك اتفصل، لو اتفصل يبقى ده مع الرأفة، لكن خرج من الوزاره بشهاده امراض عقليه. يعني انت متخيل؟ عشان خاطر ربى لحيته قبل الثوره. امراض عقليه. زي العقيد، في بعض عقيده بقى، عقيد برضو، عقيد شرطه، هي عقيده اللي هي واحد ست اللي هي بتاعت الحجاب، المحجبه. سمعت عنها على قناه الناس. كان مع الشيخ عبد الله، واحنا جايبين حته الصوت الاخيره دي في التقرير من الشيخ عبد الله على فكره. انا من عنده. انا عايز اقول ايه بقى، ان لم يكن من المحتمل ومن المعقول ان انا اصطدم بالقطار واقول ان انا اقدر اوقفه. حتى ده مش من الدين، واخد بالك؟ ولكن كنا نسمع مقولة وأنا شخصيا يعني أحبها جدا، تقول أن المؤمن الحق كالماء خلف السد، لا يحتاج إلى أن يسقط السد كله حتى تمر الماء، ولكن تكفي الماء ثقب بالسد. سلام عليك، كلام ما شاء الله. فلو احنا نظرنا للثورة أنها ثقب لينا عشان نخرج من خلاله لنرى الحرية ونطالب بها، فهذا حقنا. وكل بقى اللي بينادي بيقول لا مش حقكم وارجعوا، اي واحد بيتكلم ارجو اصمت، فقد قال القضاء كلمته. تمام، قال القضاء كلمته. نعرف موضوع احكام القضاء ده. كان معانا الاستاذ بدر. السلام عليكم استاذ بدر. السلام عليكم ورحمه الله. معلش اتفضل يا فندم. والله انا حقيقي احد ضيوفك ونحيي العاملين على صفحتك ان شاء الله خلي بالك. والله انا ليا تعقيب بسيط بامر الله سبحانه وتعالى. هو في حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان في رجل على عهده كان لحيته عباره عن 3 أو 4 شعرات، فكان النبي كان ينظر له كان يبتسم، فمره واثنين وثلاثه، فالشيطان دخل قالوا ده النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه بيضحكوا عليك يعني كده بسبب اللحيه البسيطه ال3 شعرات. فجه الراجل قام عليهم، فلقي ثاني يوم بس رسول الله عليه السلام فايه يعني ما ابتسمش. قال يا رسول الله كل يوم ايه يعني كنت اظهر لك كنت تبتسم؟ قال له لاني كان كل شعرايه 70,000 ملك يسبحون الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانا الوم على الدكتور مرسي بعد يعني مع احترامي له طبعا، كان اولى ان هو يقابل ناس المسلمين او الملتحين اللي هم اللي عايزين يتمسكوا بدينهم، لان المفروض المسلم يعني يعينوا على الطاعه ويدلنا بامرنا بالمعروف وينهينا عن المنكر. وبعدين في الله آية برضه وما اتاكم بالرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صح. فدي المشكله بدل ما اقابل ربنا يعني مع احترامي له يعني قابل علماني ربلاني ولا استغفر الله العظيم طائفه الفساد اللي هم بيقولوا عليها ابداع فن وهو واساء استغفر الله العظيم لا ترضى الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاه والسلام. فاني اولى احط ايدي في المسلم ولا اللي هو بيبغضه ربنا عز وجل. بعدين المفروض نبغض ما يبغضه الله ونحب ما يحب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاسلام، غير كده ما ينفعش ومفيش حاجه بينهم تاني. ربنا جعل جنه وجعل نار، ما جعلش بينهم حاجه ثالثه ولا بينهم حاجه اخرى. استاذ بدر حضرتك مع جمعه تطبيق الشريعه ام لا؟ سبحان الله روحي
وكل ما املك من اجل شريعه الله، وبطلب من الله وبدعى الله طيب. ان ربنا يرزقنا الشهاده في سبيله. تقول ايه؟ تقول ايه حضرتك للمسلمين اللي بينادوا بعدم تطبيق الشريعه؟ وحضرتك كجمهور سيبنا احنا مالناش دعوه. الله المصطفى، مع احترام حضرتك ما تكلمنيش عن ناس ليس مسلمين بيدعوا ان هم مسلمين وهم ليسوا مسلمين، لان المسلم الحقيقي اللي هو يعني علم ان فيه الله سبحانه وتعالى يتعبد في دين فيه ونفسنا واحد وكلنا واحد يا عبد رب العالمين. اي كل من هو يخالف شريعه ربنا وهو ليس بمسلم، لان دول المنافقين. ما عندك عبد الله بن اللي كان راس المنافقين، ما كان بيصلي خلف الرسول عليه الصلاه والسلام وكان راس المنافقين. طيب طب في واحد مسلم اهو، في واحد مسلم قال لا يرضى بشريعته، وبعدين لا يرضى بشريعه الله فهو كافر. لان معنى اللي هو يعني لا يرضى بشريعه ربنا، معنى اللي هو بينكر وجود الله مع التزامه كفر. بشكرك جدا يا استاذ بدر على هذا الاتصال الممتع. بالمناسبة نكمل في اتصال تاني بالمناسبة بقى لا كده اتصال، وقف اتصال كده يا استاذ حسين خلاص كده. الوزير من فترة كده كان بعت لنا وزير مين؟ اللي هو احمد جمال. كان بعت للضباط مبلغ والامناء مبلغ، ما اعرفش على سبيل كمساهمة يعني منه؟ ما اعرفش على سبيل ايه. طبعا احنا نشكره على هذا المبلغ ولكن رفضناه وقلنا نحن نريد مالا مقابل العمل، لا نريد صدقة، لا نريد احسانا من احد، فلسنا متسولون ولسنا يعني ننتظر الإحسان من أحد إلا من الله عز وجل. فقلنا نحن رددنا عليه المال وقلنا لا نريده جزاكم الله خيرا ولكن نريد العودة للعمل. طيب. وبالمناسبة احنا عرضنا على لما قعدنا مع السيادة اللواء علي عبد المولى، عرضنا عليه ان احنا نشتغل كلنا في أسوأ مكان في وزارة الداخلية. قلنا له شوف سيادتك المكان اللي كل ضباط بتكره تشتغل فيه، مش عايزين يشتغلوا فيه، مكان مقاصي، مكان داني، مكان أي مكان احنا مستعدين نشتغل فيه كويس. وستجده افضل مكان في اقل وقت ممكن. عرضنا علينا ان احنا نروح نشتغل في سينا نفسها، قلنا ان احنا مستعدين كلنا نروح نشتغل في سينا وما عندناش ادنى استعداد من دلوقتي ان احنا نروح هناك. وهم قد عرضوا علينا يعني وظائف مدنيه، ان احنا لو حلنا وظائف مدنيه، لكن احنا رفضنا طبعا الكلام ده. لمين عماد اتكلم قال ان هم عرضوا مبالغ وظائف مبالغ اكبر من ولكن نحن والله لا نريد مالا، والله لا نريد مالا ولا نريد حتى شهره، ولا نريد ان احنا نقف النهارده في الاعلام، ولا نريد شهره، ولا انا يمكن وانا امبارح وانا بصور التقرير يمكن كنتوا بتتهربوا اصلا مني عشان ما تحضروش معايا، يعني انا ريقي نشف معاكم يا راجل عشان تيجوا معايا والله عشان سواء حضرتك او الرائد هاني او الرائد احمد او العقيد، يعني كلكم ما شاء الله يعني مش محبين الظهور يعني، لكن والله يعني الظهور بتاعكم لتوصيل الرساله فقط لا والله. لا يعني اعرف ذلك لو والله. كان بس عندنا وسيله ثانيه كنا عملناها، لكن احنا مضطرين، لسنا نريد شهره وده هيبان لو احنا رجعنا العمل ما حدش هيشوفنا على القنوات تاني، لان احنا مش عايزين شغل اعلامي، احنا عايزين نشتغل بلحيتنا. تمام. ما طلبناش حاجه تكلف الدوله مالا، ما طلبناش حاجه تكلف الدوله مجهود غير قرار او مش قرار، هو تنفيذ حكم قضائي. بس هو الاصل في ايه؟ طيب شايف من ايه المصلحه او مصلحه الداخليه او مصلحه السيد وزير الداخليه السيد احمد جمال الدين، شايف ايه المصلحه في عدم تنفيذ القانون بدون شخصنه؟ يعني بدون شخصنه عقيده فاسده في وزاره الداخليه، عقيده بترى ان الملتحي ده ارهابي. طيب شايف ان الداخليه فيها قيادات ما زالت تحتاج الى تطهير بالفعل؟ طبعا، واي حد يقول ما فيش تطهير في وزاره الداخليه اقول له لا الوزاره عايز تتطهر. طيب شايف ان امن الدوله محتاج يتطهر؟ طبعا، لازم الفكر يتغير بتاعه، لازم الجلد بتاعه يتغير تماما. هم 3 اماكن عايزين يتفوروا بصراحه. فلا لكن احنا ان شاء الله يعني بصدد ننتظر الخميس القادم باذن الله. بكره ان شاء الله غدا باذن الله ننتظر امر من امرين. اما بامر الله يتم تنفيذ الاحكام القضائيه للضباط والامناء الملتحين بالعوده الى العمل، او سيتم غدا الإعلان عن اعتصام مفتوح أمام قصر الاتحادية. ولكن والله هذه المرة إذا اعتصمنا أمام القصر لن نخرج من اعتصامنا إلا بالعودة إلى أماكن عملنا، لن نرجع إلى البيوت حتى. سنخرج من اعتصامنا بقرار يرجع البيوت. ليس هذا تهديد منا، ولكن هذا تبصرة للواقع. فنحن لسنا نهدد أحد بشيء، ولسنا نملك أصلا تهديد لأحد، ولكن نملك ما نفعله. نقول ننتظر يوم الخميس اللي هو غدا إن شاء الله، إما
قرار بتنفيذ الاحكام القضائيه، وانا مش عارف هل محتاج قرار اصلا بالتنفيذ ولا مش محتاج، الامر يعني ابسط من ذلك. اللي بيده ينفذ القرار ده، هل لو يعني السيد احمد السيد وزير الداخليه ممكن ينفذ القرار من غير اي وصيه من رئيس الجمهوريه؟ وايه اللي محتاجه هو اي حكم محكمه محتاج السيد الرئيس يوصي عليه عشان يتنفذ؟ امال احنا محتاجين القضاء في ايه؟ ولن اناشد وزير الداخليه في ان هو يرجعنا الى اعمالنا. انا هقول بس ان احنا كلنا هنختصم امام الله عز وجل محمد ابراهيم وكل من تبعه وكل من حوله في هذا الامر، وسنختصم من مستمر في عداء وفي حرب هذا الامر، ولن نطالبه بان هو يرجعنا، لان ربنا عز وجل هو اللي هينصرنا، مصداقا لقول الله عز وجل ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فنسال الله عز وجل ان ينصرنا ويثبت اقدامنا على الله، لاننا والله لا نريد بهذا الا يعني رضا الله عز وجل، فنسال الله عز وجل ان يعني يرزقنا رضاه في هذا الامر. طيب في اي حد من القيادات متضامن معاكم؟ الكبار؟ القيادات ايه؟ يعني في لواءات مثلا، مساعد الوزير، صعب يا فندم، مدير الامن، من شاب على شيء شاب عليه. ممكن تلاقي في تعاطف من باب ان انتم مش شغالين قاعدين في البيت، لكن كفكر وعقيده لا يرفضوا هذا الامر، لان هو تعود. هو مش عايز اقول ان انا بلتمس له العذر في فكره، لكن لا طبعا هو لازم يتعلم. هو يرى ان الملتحي ده ارهابي، يرى ان هو طبعا زي ما جه في التلفزيون والاعلام المضلل ده اللي جاب لك اللي لابس جلابيه قصيره وطاقيه بيضه وجلابيه بيضه وملبي لحيته وحالق شنبه الشكل ده بالذات يبقى ده ارهابي. بخصوص الارهاب، انا كان ليا اشوف بس الامن الوطني اللي هو امن الدوله. سيبني يا حسين بس تقول الكلمه دي، انا خلاص انا هختم بس يا حسين. حاضر. الموضوع الامن الدوله، خليه الخليه الارهابيه بتاعت مدينه نصر الارهابيه. انا عايز بس اعرف التهويل الاعلامي اللي شفناه عن القضيه، الحمله لما راحت تداهم بيت القتيل اللي هو الكريم محمد عصام البديوي اللي ساكن في المثلث في مدينه نصر. لما راحت الحمله تداهم كان بتداهم فرد واحد بس، هو انت راح تداهم النور ولا سيلفستر ولا راح تداهم ايه ده هو واحد بس. الانفجار ده كله حصل ليه؟ وهل الاسلحه اللي انت لقيتها كامن، انا بقول لك هل، ما بتهمكش، سؤال الكلام واضح، هل الاسلحه دي لقيتها صورتها على ارض الواقع وفي خبير وفي طب شرعي جه عاين الشقه وعاين الانفجار وساب الوفاء اللي مات بها الراجل ده ايه؟ لان انا اصلا ساكن في مدينه نصر والموضوع حصل جنب البيت هناك. كلام كتير في الحوار ده. هل التهويل ده لانك عاوز تخلي الرئيس دايما انت في خطر فيديك اشاره انك ترجع تاني بقوتك وجبروتك وظلمك وقهرك للناس؟ هل اسئله كتير عايز اسالها لك، يا رب ما اطلعش انا من ضمن الخليه الارهابيه تلبسني اي حاجه كمان. انا عارف ان انا لو اتكلمت عليكم وحش هطلع ضمن تنظيم ارهابي، هطلع ارهابي. هو انا عايز اقول حاجه يعني. اتفضل يا استاذ. هو ليه اللي معاه سلاح واحد نمسك سلاح نقول عليه بلطجي، وواحد تاني نمسك معاه سلاح نقول عليه ارهابي؟ عشان بدا التصنيف ده ليه؟ وليه لما امسك ضبطيه سلاح كتير جدا نقول عليهم دول تجار سلاح، ولما نمسك واحد ليه شكل معين او ليه توجه نقول عليه ارهابي؟ منين احنا جالنا مسمى الارهابي ده؟ اعتقد ان الساده الجماهير والساده المشاهدين عارفين المسمى ده جالنا منين. والارهاب لا ياتي من الخارج وياتي من الداخل وياتي من جوانا احنا. نسال الله عز وجل ان يعافينا من ذلك. هم بيتفرجوا على دلوقتي على فكره، من ده قاعد بيتفرج على دلوقتي. يتفرج. الرب واحد والعمر واحد، وكل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. واعلم، علمها النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم لو ان الامه اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا قد كتبه الله لك، ولا ينفعوك برضه الا بشيء كتبه لك. انا عايز بقى انشد مشاهدينا الكرام في حاجه مناشده للست منظم اول. اتفضل. ارجو ان هو كل من يستطيع ان يعفي لحيته او يطلق لحيته وهو ليس هناك مانع ان يعفيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أعفوا اللحى وقصوا الشوارب، وهذا أمر واجب من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني مناشدة لإخواننا اللي غير ملتحي أن يلتحي، فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موجب الشفاعة. وموجب الشفاعة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. انا بقى في نهايه انا بنشد بقى مناشده ثانيه بقى للضباط البنات اللي في الشرطه، لو عايزين تتحجبوا اتحجبوا، واحنا هنقف وراكم، لو هنضحي بروحنا عشان خاطركم اتحجبوا. دي طبعا حاجه في سبيل الله، مش في سبيل الشرطه ولا الجيش ولا سبيل اي حد.
مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة اللي هروح بعدها أمن الدولة إن شاء الله، أشكر ضيفنا وضيفكم الملازم أول أحمد حمدي. شرفتنا يا فندم. عفوا يا فندم، شكرا. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. أشوفكم الحلقة الجاية إذا كان لنا نصيب بإذن الله مع عناوين وأخبار. دمتم في تحت الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.